ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. هو مين افضل، حسين الشحات ولا احمد سيد زيزو؟ اكيد جمهور النادي الاهلي هيقولوا الشحات احسن، حسين الشحات لاعب جوكر، ده النينجا. جمهور الزمالك هيقول لك زيزو افضل لاعب في مصر. انا النهارده هعمل مقارنه بتعتمد على الارقام والتقييم الفني المنطقي. يا ريت تكمل معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ويا ريت في البدايه تعمل لايك واشتراك للقناه عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. قول لي في التعليقات بقى لو انت عاوز مقارنه بين اتنين لعيبه الفتره الجايه، اكتب في الكومنتات وهنعمل بقى سلسله بخصوص المقارنات بعيدا عن الانتماء خالص. هنبدأ المقارنة بالقيمة التسويقية. قيمة حسين الشحات 900 ألف يورو، ولكن أحمد سيد زيزو 5 مليون يورو. وعلى فكرة زيزو هو أغلى لاعب في الدوري المصري. الشحات لاعب جوكر بيقدر يأدي في أكتر من مكان، مركزه الأصلي جناح ولكن بيعرف يلعب ظهير أيمن أو لاعب وسط رقم 8 أو بلاي ميكر رقم 10 أو جناح شمال. ايضا زيزو عنده مرونه تكتيكيه بشكل كبير، زيزو بيأدي جناح يمين او جناح شمال او بلاي ميكر رقم 10 او لاعب وسط رقم 8 او ظهير ايمن او مهاجم تاني. اما عن الاحصائيات الرقميه التهديفيه لكل لاعب، الشحات شارك مع النادي الاهلي ومصر المقاصة في الدوري 276 لقاء، سجل 61 هدف وصنع 62. زيزو مع نادي الزمالك لعب 203 مباراة، سجل 67 هدف وصنع 54. بالنسبة للماتشات الدولية مع منتخبنا، الشحات عنده 8 ماتشات دولية، ولكن أحمد زيزو شارك مع منتخب مصر 35 مباراة وسجل هدفين. أما عن التقييم الفني لكل لاعب، أكيد الشحات لاعب كبير عنده إمكانيات جيدة، من أفضل اللعيبة في الدوري المصري. ولكن عيب حسين الشحات ان مستواه غير ثابت، يعني ممكن يأدي ماتشين ورا بعض بشكل كويس جدا وبعد كده اداؤه ينخفض بشكل ملحوظ. على الجانب الاخر احمد زيزو لاعب ايجابي مؤثر، دايما فعال مع المنتخب او مع نادي الزمالك. احمد زيزو زي ما قلت لك كده هو اغلى لاعب في الدوري المصري، ولاعب مميز سريع شويط بيعرف يصنع الفارق مع نادي الزمالك في كل الأوقات. حتى لو نادي الزمالك كل اللعيبة مستواهم مش كويس، زيزو الأحسن والأفضل دايما. نقطة تانية برضو الماتشات الدولية، الشحات عنده 8 ماتشات دولية بس مع منتخبنا، ولكن زيزو يعني عنده 35 ماتش دولي. حسين الشحات قبل كده احترف في الدوري الإماراتي مع العين وعمل اسم كبير جدا في الإمارات، ولكن زيزو كان ليه تجربة في الدوري البلجيكي والدوري البرتغالي. دلوقتي زيزو مرشح بقوة لفريق ايفرتون الانجليزي. ناس هتضحك هتقول لي ازاي يا عم زيزو هيروح الدوري الانجليزي؟ ايوه، زيزو على رادار ايفرتون، وتم التواصل مع ادارة نادي الزمالك من قبل ادارة ايفرتون، وتم التواصل مع وكيل زيزو من اجل الانضمام الى البريمير ليج الدوري الانجليزي. وهقول لك بقى فنيا منطقيا زيزو بيمتلك امكانيات تؤهله انه يلعب في الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الاسباني. في النهاية بقى باختصار كده، هو مين الافضل، حسين الشحات ولا احمد سيد زيزو؟ بعد كل المقارنات دي قولا واحدا كده، الافضل هو زيزو بعيدا عن الانتماء، يعني لازم الانتماء ده يكون مجرد. الافضل هو زيزو. واحد هيقول لي يا عم زيزو بيسجل اهداف من ضربات جزاء وهو دايما بيسجل من البلانتس. خلي بالك، من اهم مميزات زيزو التسديد والتصويب، وضربات الجزاء دي مهارة، يعني مش اي لاعب يشوط ضربات جزاء. ولو حسين الشحات كان مميز في النقطة دي خلاص يشوط مع النادي الاهلي، ولكن اللي بيشوط علي معلول. بس يا شباب بكده نكون وصلنا للنهاية. اتكلمنا النهاردة عن مقارنة مفيدة، مقارنة منطقية بالارقام بالتحليل الفني، عن يعني مين الافضل، احمد سيد زيزو ولا حسين الشحات. وطبعا الفترة اللي فاتت دي كلها جمهور الزمالك بيتخانق مع جمهور الاهلي، لا ده زيزو افضل، لا الشحات احسن، الاتنين لعيبه كبار. ولكن انا بتكلم عن القيمه التسويقيه، بتكلم عن ارقام، بتكلم عن ماتشات دوليه، بتكلم عن التاثير والفاعليه والاستمراريه. من اهم مميزات اللعيبه الكبار الثبات في المستوى، الثبات في المستوى. تمام، الشحات مشكلته مستواه
متذبذب يعني على فترات كده، ولكن زيزو دايما مركز ودايما ايجابي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة انجول. قول لي في التعليقات لو انت عاوز نقارن بين اي 2 لعيبة في العالم او في الدوري المصري، انا معاك وان شاء الله برضو هيكونوا بالارقام وبالتحليل الفني وبالظبط كده. بس يا شباب شكرا ليكم، السلام عليكم.